إيلون ماسك الراجل اللي قلب مفهوم النجاح في القرن ال21، أسس تسلا اللي غيرت شكل العربيات، سبيس اكس اللي بتبعت بشر للمريخ، وباي بال اللي بقت واحدة من أكبر منصات الدفع في العالم. الغريب انه بيعمل افكار الناس بتقول عليها مجنونه بس بيعرف يقنعهم بيها، من اول عربيات كهرباء لصواريخ بتطلع الفضاء وترجع تهبط تاني، المشروع بزرع شريحه في مخ الانسان. كفايه اقول لك ان شركته للدفع النقدي باي بال، اللي دلوقتي طبعا الشركه الاولى في المجال، كان تم اختيارها في اول انشائها كاسوا فكره الشركه ناشئه، بس الموظفين كانوا بيناموا في الشركه عشان يوفروا التكاليف لحد ما وصلوها للي هي فيه دلوقتي. نفس الموضوع حصل في كارثته الكبرى سبيس اكس، 3 مرات يشغل الشركه كلها، يضخ ملايين ويبعت صاروخ ويفشل. بالرغم من كده الكل سنده حتى وهو معهوش حاجه. ستيف جوبز مؤسس شركه ابل اللي قيمتها السوقيه اكبر من موازنه الدول، واللي اخترع اول كمبيوتر للشركه في جراج بيته، معروف بذكائه الخارق، اتطرد من شركته. مجلس الاداره طرد ستيف جوبز من ابل اللي هو عملها. ليه؟ هل كان فاشل؟ بالعكس كان عبقري، بس مش بيعرف يتعامل مع الناس. جوبز كان عصبي نرجسي، مش بيسمع غير صوته، ورافض اي راي مخالف، حتى بنته كان رافض يعترف بيها. الدراسات بتقول انه كان بيفتقد لحاجات مهمه جدا، كان بيفتقد القدره على فهم مشاعره ومشاعر اللي حواليه والتعامل معاه بشكل ذكي. جوبز كان عبقري في التكنولوجيا بس ضعيف في العلاقات، وده خلاه يخسر شركته. نيجي بقى لإيلون ماسك، لانه كان بيعرف يتواصل، يقنع، بيسمع، ويشجع الناس تمشي وراه لحد اخر الطريق. اللي لازم تعرفوا ان النماذج دي حوالينا كل يوم. ممكن تبقى عبقري زي ستيف جوبز بس تخسر كل حاجه عشان مش عارف تتعامل. ممكن تبقى زي إيلون، تقع وتقوم والناس تساعدك عشان بتعرف توصل لهم. تابعنا في سلسله السوفت سكيلز عشان تعرف ازاي الذكاء العاطفي ومهارات التواصل ممكن تغير مستقبلك في الشغل وفي حياتك كمان.